الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. في هذه الآية الكريمة يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بأن أكرمهم بالنصر في غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة المباركة التي وقعت في 17 من شهر رمضان من السنة 2 للهجرة، يوم التقى الجمعان، الجيش الإيماني بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش الكفار الذي ضم صناديد قريش، أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وغيرهم من الزعماء، فأذلهم الله وأخزاهم ونصر عباده المؤمنين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ساندتهم الملائكة وأيدهم الله بنصر من عنده. نتعلم من هذه الغزوة المباركة درس الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن النصر لا يكون إلا من عند الله. فقد كان جيش الكفار 3 أضعاف عدد جيش المسلمين، كما أن عتادهم أكثر بكثير من عتاد المسلمين. لكن كما قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. فشكرا لك يا رب أن نصرت عبادك المؤمنين على هؤلاء الطغاة، وسمي ذلك اليوم بيوم الفرقان، يوم علت فيه راية الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أهمية الأخذ برأي الشورى. يوم استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه في قضية أسرى بدر، ويوم نزل على رأي الحباب بن المنذر في مكان وقوف الجيش الإسلامي، ويوم استشار الأنصار والمهاجرين ليسمع رأيهم. درس آخر هو درس الوحدة. كان موقف الأنصار عظيما وموقف المهاجرين كبيرا، فقد اجتمعا وأيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك درس للأمة بأن الأمة عندما يجتمع شملها وتتوحد كلمتها فإن النصر حليفها بإذن الله. أما إذا تفرقت شيعا وأحزابا فإنها تضيع، وستعدو عليها الذئاب من كل جانب لتحتل أرضها وتنهب خيراتها. فعلينا أن نستفيد من هذه الغزوة المباركة بأن نجمع شملنا وأن نوحد كلمتنا وأن تكون ثقتنا بالله عظيمة. فالله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين دائما بالنصر إن التزموا بكتابه وبسنة نبيه الأمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.